السلام عليكم. لسه بنظبط القعدة. يا رب الصورة تكون واضحة والصوت يكون واضح. كيف الأحوال؟ لو في حد يقول لنا الصوت. مفيش حد لسه معانا. طيب كالعادة هنبتدي لحد ما حد يجي ان شاء الله عشان ما يبقاش البداية طويلة شوية. طيب زي ما انتوا شايفين العنوان كده، العنوان ان انا كاتبه انه خلاص دلوقتي مش الوقت اللي بنقول فيه ان الاحتراق النفسي مرض العصر او الضغط العصبي مرض العصر. احنا بقالنا اكتر من شهر او شهر يعني قاعدين في البيوت. ما بقاش في فكرة انه في اكتر من حاجة في نفس الوقت بتضغط علينا. الشغل اغلبنا قاعد في البيت، يا بيشتغل من البيت يا اما في للأسف ناس شغلها توقف. ف في حاجات تانية هي اللي بقت على السطح اكتر دلوقتي من فكرة الاحتراق النفسي، وهي فكرة القلق، الخوف، الذعر، الوضع هيستمر كده لحد امتى؟ طب هننزل امتى؟ طب هنعيش حياتنا امتى؟ طب انا شغلي اتهز، انا بيتي اتهز، انا علاقاتي اتهزت. في حاجات كتير قوي بدأت تضرب في وشنا. المخاوف بمعنى اصح بدأت تتجلى. طيب انا اخر فيديوهين كنت عملتهم كان الهدف منهم انه انا اتكلم على مراحل الوعي والتغيير ومنحنى التغيير واحنا بنمر بايه والحاجات اللي احنا بنمر بيها، وشرحت ده. وسبحان الله كان قدرا هو كان بدأ في بداية الحظر بانه مرحلة جديدة واحنا بنمر فيها، وبنمر بمرحلة الدينايل والغضب والمخاوف الكتير ومش عارفين نعمل ايه، وبعد كده ده بينزل بيا لمرحلة الاستابيليتي او التوازن او القدرة على التفاعل واني اطلع افكار جديدة. ده يعتبر تكملة معاهم بانه دلوقتي كمان بالذات بدأت المخاوف تبقى جامدة قوي. انه انا عندي مخاوف كتير، عندي مخاوف من الرزق، عندي مخاوف من المستقبل، عندي حاجات بدأت تضرب في وشي من ورا من كتر ما انا قاعدة مع نفسي بتأمل اللي حصل واللي هيحصل والاحوال كلها. لو في حد انا شايفة كذا حد دخل، فممكن حد يقول لي الصوت كويس ولا لا؟ يعني حد يأكد لي الصوت اخباره ايه. طيب حاجات بدأت تضرب كمان في وشي من الماضي وانها هيكون لها اثر في المستقبل على مساحات كتير في حياتي. طيب اللي انا هتكلم عليه بالظبط النهارده عشان ابقى واضحه الثوابت النفسيه او بما بنسميها القيم الروحانيه او مرجعيتها الروحانيه. يعني ايه الثوابت النفسيه؟ الموضوع مش هيبقى ديني بس هو هيبقى ديني. يعني انا مش شخص يتكلم في دين، لكن هي المرجعيه النفسيه اللي انا بقف عليها ايا كان ديانتي ايه، عشان بس ايه اخرج من هذا الخلاف. يعني وان كان مصطلحاتي هتبقى مصطلحات اسلاميه لانه انا مرجعيتي اسلاميه، لكن اللي انا اعرفه انه في ما يقابلها او ما يضاهيها في ديانات تانية مختلفه. طيب الثوابت النفسيه اصلها وهدفها انها تشبع احتياج نفسي رئيسي عند الانسان بيحركوا احتياجات نفسيه. زي ما انا جسمي ليه احتياجات اساسيه علشان يعيش او يسرفايف، زي الاكل والشرب والنوم والتزاوج والتنفس والى اخره من احتياجات جسديه عشان اقدر اعيش. النفس كمان ليها احتياجات اساسيه عشان تقدر تحيا وتزهر. ولو ما اخدتش احتياجاتها النفسيه دي هي للاسف بتضمر وتتعب كده. واللي بيحصل ان ده بيؤدي ان الجسد كمان يبلى معاها او يبقى في حاله وهن. فلو النفس مش ثابته اللي بيحصل انها بتموت، والموت ده بيظهر في كتير من الامراض النفسيه. مش عايزه اقول بقى كلمه امراض نفسيه، الكلمه دي كبيره قوي. انا عايزه اقول تحديات نفسيه. تحديات احنا كلنا بنمر بيها، مفيش بني ادم ما بيمرش بيها. مفيش بني ادم بيمر عليه لحظه حزن شديده ممكن تتقلب معاه باكتئاب وهو مش واخد باله. مفيش حد بيمر عليه قلق
كتير من ضغوطات كتير بيمر بيها، وممكن يتقلب معاه لمرض قلق، لوسواس، لذعر، لفوبيا. في كلنا، مش هقول انه لا دي امراض، لا احنا اغلبنا ممكن يكون بنمر بالمراحل دي. مخاوف بتضرب في وشنا بتخلينا استك فيها، احنا تعبانين فيها ومش عارفين نعمل ايه، وقفنا عطلنا مش عارفين نخرج. كل ده بسبب الاحتياجات النفسية. انا هتكلم عن واحد رئيسي جدا النهاردة، وهو بالنسبة لي الاهم، هو فكرة البيلونجينج والبليفنج. يعني ايه البيلونجينج والبليفنج؟ هو الانتماء والايمان، ان انا عندي حاجة انتمي اليها وايمان بشيء. ما هو الشيء اللي انا بآمن بيه ده هو اللي انا هنتمي اليه. الايمان والانتماء، الاتنين دول لما بيتضربوا عندي، اللي بيحصل ان النفس بتتهز، النفس بتتجلجل زي ما بيقولوا كده، ما بتعرفش تثبت، ما بتعرفش توقف على ارض صلبه، واي حاجه بتجيلها بتزعزعها، وتلاقينا بنتهد، بنقع بسهوله. الموضوع ما بيبقاش سهل زي ما احنا عارفين نعديه، برغم ان احنا عارفين عن نفسنا حاجات كتير ممكن تكون كويسه، عارفين عن ربنا حاجات كتير ممكن تكون كويسه، لكن اللخبطه والتضييق اللي بيحصل مره واحده بيخبطنا في الاحتياجات النفسيه، فالنفس بتبدا تقع. طيب البيليفنج والبيلونجينج بيظبطوا ازاي؟ بيظبطوا من المرجعيه بتاعتي، الريفرنس. في سؤال مهم جدا في الكوتشنج دايما بنساله، ايه الريفرنس اللي انت جايب منه الكلام ده؟ ايه المرجعيه ليك؟ لما يقولك اصل انا عارف انه المثال ان انا لازم اكون ست عظيمه او راجل عظيم، بعمل كل حاجه مطلوبه مني، ان انا كل الرجاله خاينين، كل مش عارفه ايه. ايوه، ايه مرجعيتك للكلام اللي انت بتقوله؟ انا فاشل، ايه مرجعيتك في اللي انت بتقوله؟ انا عملت كذا وسقطت في كذا وحصل كذا، انا الدنيا ما فيهاش خير، ايه مرجعيتك في اللي انت بتقوله؟ ايه الريفرنس، ايه الاكسبيرينس اللي انت بنيت عليها الكلام ده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ايه اللي قريته فين؟ عرفته منين؟ من اهلي، من مدرستي، من كتبي، من ايه بالظبط؟ ايه المرجعيه اللي بشكل عليها الكلام اللي انا بآمن بيه وبقف عليه؟ طب ليه سؤال المرجعيه ده مهم؟ لانه المرجعيه اللي انا ببني عليها هي المرجعيه اللي بتطلع كتير من المعتقدات عن نفسي، عن الاخر، عن الدنيا اللي انا عايشها. فلو المرجعيه دي مهترئه او مش سليمه، اللي بيحصل انه كل الثوابت اللي انا واقف عليها بتتهز. يعني مثلا البنت ما ينفعش تبقى بتشتغل. البنت لو اشتغلت مش هتبقى ست بيت، مش هتخلي بالها من ولادها، مش هتعمل مش هتعرف تحافظ على بيتها، مش هتعرف توازن. ايه المرجعيه؟ اصل انا امي كانت بتشتغل في البيت، فلما كانت بتشتغل ما كانتش عارفه توازن البيت مع الاولاد، فدي مرجعيه الشخص بنى عليها كلامه، او البنت بنت عليها كلامها، فهي مش عايزه تبقى بتشتغل علشان ولادها، بس هي نفسيتها مش قادره تتزن، وهي غرقانه في البيت وغرقانه في مشاكل الولاد. لما بتنزل شويه تعمل اي حاجه ساعه ساعتين كده نفسيتها بتظبط، بس هي قناعتها مخليها ما تقدرش تعيش احتياجها الا عشان ايه؟ عشان المرجعيه ده مثال سريع. طيب المرجعيه بتاعتنا اصلها، او الثوابت النفسيه بتاعتنا اصلها معرفتي بنفسي، معرفتي بالله، معرفتي بالكون اللي انا عايش فيه. كتير هبدا اخش بقى، هو ممكن يكون الفيديو ده هيبقى طويل شويه، ممكن اقسمه على 2 فيديوز، بس خلينا نقول انه كلنا مثلا بنقول انه في الوقت اللي احنا فيه ده عندنا قلق جامد جدا من فكره الرزق، الشغل. ناس كتير بقت بتاخد نص مرتباتها، ناس كتير مرتباتها اتقطعت، ناس كتير اتسرحت من شغلها. حد زي مثلا احنا قاعدين بنشتغل، احنا بنشتغل من البيت دلوقتي، احنا مش كل الناس قادره تسرفايف اصلا احتياجاتها الاساسيه، الكوتشز والثيرابيست ناس كتير بتقولك ان ده اكتر وقت ان الناس فيه محتاجه شغل على نفسها، ده اكتر وقت الناس قلقانه فيه على احتياجاتها الاساسيه وما بتتفاعلش قوي مع احتياجاتها النفسيه. فايه ده، احنا فريلانسرز، طب احنا نعمل ايه؟ طب مش عارفه ايه. الثوابت هنا، المرجعيه اللي انا بقف عليها هي اللي بتتجلى. كلنا عارفين انه ربنا رزاق، طب احنا عارفين ان ربنا رزاق، خلاص احنا هنسعى، والسعي
ده تاني قيمة هنتكلم عليها، بس انا هتكلم دلوقتي مثلا عن فكرة ربنا رزاق. انه ده ربنا رزاق، وعلى الله بقى ربنا كريم، بس احنا خايفين. يعني انا عارف اؤمن بان الله رزاق، بس انا خايف. طب هو انت عارف ان ربنا رزاق ولا انت خايف؟ هل ما يقترنش ايماني بالله بالخوف؟ لا، يقترن. لكن درجة الخوف اني اغرق فيها معناه انه هذا التقل ما تفعلش. يعني ايه هذا التقل ما تفعلش؟ يعني انا مش انا مؤمن انه ربنا رزاق، بس هنا انا اللي بجيب الرزق، انا اللي محتاجه انزل، وانا اللي محتاجه اتحرك، وانا اللي محتاجه اسعى، وانا اللي محتاج اعمل، وانا 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 عشان انا اللي هجيب الرزق. هو انت اللي بتجيب الرزق ولا ربنا؟ المفهوم بتاع ربنا رزاق هو اللي بيخلق القلق والتوتر والغرقه في المساحه التانية. طب هو انا ما ينفعش ان انا ابقى بسعى؟ ما انا المفروض اعمل اللي عليا، ما ربنا هيحاسبني على السعي، وربنا هيحاسبني على السعي، او ربنا عايز يشوفني بسعى. لكن هي النقطه مش في السعي، النقطه في اني انا بسعى بقناعه وبايمان وبانتماء. اعمل ازاي؟ اللحظه ان الخوف يتجلل فيها جوه قلبي، دي اللحظه اللي انا فقدت فيها مفهوم او كلمه انه ربنا هو اللي بيجيب الرزق. هو انا عارف ان ربنا بيجيب الرزق، بس انا ما وقفتش على ارضها. انا عارف من بعيد، انا باصص لها من بعيد، بس مره واحده بعمل ايه؟ بروح جاي بقول انا لازم اسعى عشان انا اللي هجيب الرزق. يبقى انت كده اسقطت هذا الثابت. كون ان انت اللي هتجيب الرزق، انت دخلت في مرحله او مساحه تانية برضو في الكوتشنج دايما فده within your power ولا مش within your power. يعني ايه within your power؟ يعني حاجه في استطاعتك، حاجه انت اللي مالك امرها. لا، حاجه مش في ان انا مالك امرها، انا مالك امر اني اسعى، انا مالك امر ان انا اتحرك، انا مالك امر ان انا اتصرف، ان انا ادور على شغل، اجاهد، احاول اخلق مساحات، شغلي ده مشي اجيب شغل تاني. لكن القصه كلها فين؟ القصه في انه انا قررت بيني وبين نفسي، او مش قررت، تصورت انه انا سعي هو اللي يجلب الرزق. دي خبطت عندي البيلونجينج والايمان من غير ما اخد بالي. ما هو لو انا اللي بخلق الرزق، يبقى انا اللي المفروض اخلق الفرص، يبقى انا اللي المفروض اجري، انا اللي المفروض اتحرك، انا المفروض اعمل. ايه اللي بيحصل في اللحظه دي؟ اللي بيحصل في اللحظه دي انه بقيت انا المسؤول عن خلق كل ده. هو ده اصلا في قدرتي؟ ده حاجه اكبر من قدره النفس، ان انا بقول انا اللي بتصرف او انا اللي هجيب. انت خلاص، انا عارف ان ربنا رزق، بس دي في الباك جراوند، دي ما بتتحركش. وحطيت نفسك في المسؤوليه، او حطيتي نفسك في المسؤوليه اللي منها بتخلق ضغط رهيب وخوف غير طبيعي. لاني انا بالظبط مسؤوليتي، انا مدير في شركه، انا حطيت نفسي مكان رئيس مجلس الاداره وبصلاحيات رئيس مجلس الاداره. طب انا عندي صلاحيات دي؟ لا، بس انا طالب من نفسي وانا هنا ان يبقى عندي صلاحيات المكان ده. فبالتالي في فجوه ما بين قدرتي واستطاعتي واللي في امكانياتي، وما بين دوري، يعني او اللي انا رسمه لنفسي. يعني ده دوري وده اللي انا رسمه لنفسي، مش انا اللي برزق. لو انا وقفت على دي، وان في الله، في ثابت، هذا الثابت هو الرزاق، بس انا بسعى، السعي ده بتاعي انا، دي الحته بتاعتي. لكن الرزق ده مش بتاعي. الثابت ده بيخليني اروح لايه؟ انه ربنا موجود، هو ربنا بيرزق. طب ما هو انا دلوقتي قلقان، انا دلوقتي خايف، ايه مرجعيتي؟ هنا بنقول انه العقل لما بيقف على الثابت بيعرف يرجع يجيب الثوابت كمان، او التجارب مش الثوابت بقى، اللي بتغذي هذا الثابت. يعني انا امنت ان ربنا رزاق ووقفت، بس انا خايف طبيعي خلاص. فببدا هنا طول ما انا بدعم هذه الفكره، اللي بيحصل ان انا بجري عقلي، هي دي اللي انا عماله اقول ده ربنا رزاق، ربنا هيفكها، ربنا هيحلها من عنده. في اللحظه دي العقل بيعمل ايه؟ بيجري يروح يجيب كل الدلائل. العقل بقى يجيب كل الدلائل اللي تدعم هذا الايمان. ده انا لما كنت في المحنه الفلانيه ربنا فرجها، لما كنت في المشكله الفلانيه ده في حل جه من السماء. كلنا، مفيش بني ادم فينا بلا استثناء مر بده، ان في وقت كان في ازمه وفي حل طلع له من السماء، او دماغه طلعت له حل لما بدا يهدى او بدا يخرج من المشكله ما كانش متوقع، او ما كانش عارف ان الحل ده هيحل المشكله دي، او ما كانش عارف ان المكان ده هيجيله منه الحل ده. كلنا بنمر بهذه المراحل، لكن غرقنا في انه الدور بقى بتاعي مش بقى طالع من الثابت، بيخلي الضغط يزيد، بيخلي القلق يزيد، فبيسقط عن العقل التجارب السابقه.
فدي فكرة الرزق. بيودينا منها لفكرة تانية، لثابت تاني، فكرة السعي. انه كتير مننا ما بيعرفش يآمن بفكرة انه السعي ممكن يكون في حاجة اسمها التسليم. انه احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيبقى سعيك طالب انك تسعى بانك تسلم له هو سبحانه وتعالى، بمعنى انه اني اسلم للقدر. هو ده الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. احنا محظورين كلنا، قاعدين في البيت، ما حدش فينا قادر يتحرك، وانا مش قادر، انا تعبان، انا تعبت من القعده، انا قلقان. طب الشهر ده مشي، الشهر اللي بعده، طب الموضوع هيخلص امتى؟ طب يا ترى الموضوع هيخلص بعد العيد فعلا ولا هيكمل؟ ده في كلام امبارح طلع بانه الرئيس اعلن حاله الطوارئ لمده 3 شهور، وقصده بيها الكورونا ولا قصده بيها سياسه ولا اسئله كتير. طب الوضع هيكمل كده ازاي؟ طب مرتباتنا، طب العيال في البيت هتفضل بالمنظر ده؟ الامهات تعبت جدا في البيوت، والابهات تعبت من الحبسه، والمشاكل الزوجيه بدات تتكاثر، العلاقات بدا في هزز، الحاله الماديه بتتخنق، التجلي، كل الحاجات دي عماله تضرب في وشنا. ففي اللحظه دي انا محتاج اتحرك، انا عايز اعمل حاجه. لا، القدر جاي دلوقتي بالتسليم. وان سعيك هنا بقى، كلمه سعي لها مفهوم جديد تمام، انك تسلم. هو ده السعي المطلوب منك. السعي المطلوب مني دلوقتي اني اسلم لهذا القدر، اني اقعد. هو التسليم سعي، ده نوع من انواع السعي. انك تقف، انه القدر دلوقتي، او نوع السعي اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك انك تسلم لقدره بس. فده الثابت اللي انا بقف عليه. وده بيرجعني لفكرة البيلونجينج، الانتماء لإيه؟ لمفاهيمي عن ربنا، اللي بتطلع قناعاتي عن نفسي. ده بيخبط عندي في ايه؟ طب انا لو سلمت، ما انا ما بقيتش اتحرك، طب الرزق هيجي منين؟ طب انا هعمل ايه؟ انا هتصرف ازاي؟ ده بيوديني مرحلة انا مين. ما احنا قلنا بقى الثوابت والمرجعيات بتطلع مفاهيم عن نفسي، مفاهيم عن المجتمع اللي انا فيه، مفاهيم عن ربنا سبحانه وتعالى، الثابت اللي انا بتحرك منه. هو انا مين؟ انا مين لو انا اللي بتحرك؟ انا مين لو قعدت في البيت وسلمت؟ طب هدبر اموري ازاي؟ يتجلى المعنى الثالث. احنا بدأنا، خلي بالكم، برزاق، سلمنا على التسليم، دلوقتي بنسلم على المعنى الثالث، التدبير. هو مين اللي بيدبر؟ انا، عقلي، تفكيري، تصرفاتي، انا اللي بدبر. فاسقط ثابت ثالث وهو التدبير، انه مش انا اللي بدبر، انا بفكر لكن ادبر دي حاجه مش بتاعتي، مش انا اللي بعملها، لا، انا بس بفكر وبسعى اني انفذ الفكره. لكن التدبير يسقط مني، هو برضو بره الباور زون بتاعتي، بره قدرتي. انا مدير، انا بس مدير، انا خليفه، بس في رئيس مجلس اداره فوق. هو انا ازاي بطلع لدور رئيس مجلس الاداره وبقول انا هقوم بيه، واقول احمل نفسي هذه المسؤوليات وهي اصلا بره قدرتي؟ النفس تعجز، فلما تعجز تقلق، ولما تقلق تهاب وتخاف وتسقط بقى في الاكتئاب والوهن والعجز والقلق والخوف وذعر، حاجات عماله تضرب في دماغي بسبب الثوابت. انا مش عارف امن، انا مش عارف امن في نفسي. اكتر من كده، انا شعرت بالعجز لاني حطيت نفسي في دايره، الدايره دي مش بتاعتي، الدايره دي ما تخصنيش. مهمة الثوابت النفسية والروحانية اني اعرف مكاني. انا هنا بنفذ اللي في استطاعتي واللي في قدرتي، بس في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر. يعني العارفين خلوني اقول برضو الكلام انا جايباه منين. انا جايباه من كتاب اسمه التنوير في اسقاط التدبير. الكتاب ده لابن عطاء السكندري. عشان الكتاب هكتب لكم منه بوستات كتير، وجايباه من الاحتياجات النفسيه في علم النفس، احتياجات النفسيه والثوابت النفسيه الانسان بيحتاجها، البيلونجينج، البيليفينج، السيجنيفيكانس. هقول لكم على الاحتياجات النفسيه دي بقى في وقت تاني. بس الاحتياج النفسي والثوابت النفسيه انه انا بحتاج الى البيلونجينج، انا بحتاج الى الانتماء والايمان. عندي شيء بامن فيه، بامن ان ربنا رزاق، بامن، فبقف على الارض دي بامن اني بسلم امري لله، انا بسلم، بامن انه المدبر هو الله. انا بفكر بس، انا بعرف افكر بس، ما بعرفش ادبر.
فالعارفين دايما بيقولك ايه، لو لابد انك دبر ان لا تدبر، انك تستسلم، وان ده نوع من انواع السعي. كتير قوي 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 على الفيسبوك دلوقتي كنت بشوف، انا بخش كتير بس يعني ايه لما بتضرب معايا كده، ناس كتير بتكاتبه ايه اللي هو احنا طلعنا مش بنعرف نرتاح، يعني احنا ربنا رزقنا كده بالاجبار ان احنا نقعد في البيت ونهدى ونتهد شويه وان كل حاجه تقف، بس لقينا ان احنا مش قادرين. وده اللي انا كنت بقوله في الفيديو اللي قبل كده واللي قبله، انه انا دماغي فيها ملهيات كتير، كان منها الشغل، كان منها التلفزيون، كان منها الخناقات، كان منها الخروج. الملهيات دي كلها مره واحده اتقطعت، مبقاش عندي غير الست في البيت او الراجل اللي في البيت بتخانق معاه هو والعيال قاعدين نقطع في بعض طول الوقت. التلفزيون زهقت منه، طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ كان احمد حلمي طالع بيقول لك طب اعمل ايه؟ انا صحيت من النوم اعمل ايه؟ طبخت اعمل ايه؟ فهو الملهيات فعلا خلاص ما بقتش كافياني، فانا قعدت. فالقعدان ده بدا يضرب حاجات كتير في وشي، فالثوابت هنا بدات تتجلى، بدات ادور انا بامن في ايه، ايه اللي انا بامن فيه، ايه اللي انا ماسك فيه. لقيت ان الثوابت بتاعتي مختله، مش مختله يعني هي مش مظبوطه، يعني انا مش راجل مؤمن او مش راجل عارف ربنا، لا احنا كلنا الحمد لله عارفين ربنا، كل بشاكلته وكله بطريقته. لكن هي القصه كلها انت واقف على اللي انت عارفه ده ازاي، وانت معرف نفسك ازاي. فلما بعرف نفسي ان انا المدبر، هنا انا خليت بالنظام النفسي بتاعي، لانه انا طبيعتي لو انا البيلونجنج بتاعي لنفسي، انا كده طب ما خلاص ما كلنا ننتمي الى انفسنا والموضوع انتهى. لكن البيلونجنج بتاعي هو الشيء النفس بتحتاجه يكون اكبر منها، اعظم منها، حاجه بترجع لها، بتدفن كده في حضنها. النفس بتحتاج كده حاجه تلجأ اليها، وسبحان الله ده الله يعني يعني سبحانه وتعالى هو الله. فالله بيتجلى بالمعاني بتاعته، بالثوابت النفسيه بتاعتك. فايه؟ انك بتسلم له، بانك تامن ان هو رزاق، بانك تامن ان هو المدبر، مش ان انت بتدبر. فحتى برجع بنقول ايه، من يدبر ان كنت عايز تدبر فدبر ان لا تدبر، انك تستسلم. وهنا تكمن الراحه النفسيه، الثبات، ان انا يا رب انا بفكر، ده السعي. يا رب انا مستسلم لاقدارك فيا، ده السعي. يا رب انا عارف انك رزاق بس انا بتحرك، يعني انت قول لي انا اعمل ايه بس انا بتحرك، دي الافكار، بس انت دبر لي. الكلمه دي لوحدها وانا راكن كده عليها، ده ثابت نفسي بيوقفني، يبدا يقلل درجه الخوف. اني بروح انا عارف ان انا بقول يا رب انا خايف، طب ما انا بدور على حد اقول له ان انا خايف. البيلونجنج هنا بيتجلى، الانتماء بيتجلى، ان انا عايز حد اقول له انا خايف، انا مش عارفه اعمل ايه. فانا بروح لربنا اللي هو الاعلى، الثابت، الايمان. طيب زي ما كنا بنقول كده انه ده بيوديني لمرجعيه انا مين دي بقى بتخبط في ثابت اكبر. تعريفي لنفسي زي ما كنت بقولها من شويه، لما انا بحط نفسي في الباور بتاعت انا اكبر ولا اقل ولا اعظم، الباور بتاعتي دي لو انا حاطط نفسي في المكان ده اكبر بكتير من استطاعتي، بيخلق حاله العجز والوهن والقلق الشديد. لكن لو انا واقف على الثابت ده بيطمني شويه. لكن لو انا تعريفي لنفسي ان انا المدبر، وانا اللي بسعى، وانا اللي بفكر، وانا اللي برزق، وانا اللي المفروض اعمل كل الحاجات، في الباك جراوند انا عارف ان دي ثوابت وان ده ربنا وكل حاجه، بس في الحقيقه انا في الاصل مش مطلعه على السطح وما بتحركش منها. هنا بيتجلى بقى تعريفي لنفسي انه في الحقيقه هو ما بقاش الله هو الاله. يعني انا خلاص بدون اعتراف مننا، العفو ان احنا نقول كده على ربنا سبحانه وتعالى، لكن النفس بتتحرك من المساحه دي. يعني ايه النفس بتتحرك من المساحه دي؟ انه ما هو بما اني انا اللي المفروض اسعى، وبما اني انا المفروض اتحرك، وبما اني انا المفروض ادبر مش افكر، انا بدبر خلاص، انا مصدق ان انا اللي بدبر. هنا بتتجلى فكره انا الاله. وهنا دي حاجه بقى في يعني مش يعني انا ما اعرفش في الناحيه الدينيه، مش انا اللي هتكلم فيها، لكن احنا بنتكلم عن القناعه النفسيه، اني بحط نفسي في الكاتيجوري دي، بحط نفسي في المساحه دي، انا المدبر الباور بتاعتي عندي. وقلنا ان ده بيخلق مساحه عجز رهيبه، لانك انت حطيت نفسك في مكان هو بره قدرتك خلاص، فانت بتخلق مساحات العجز دي. هنا يبدا يتحرك بقى حاجه اللي هو ايه، الهه هواه، انه الهي بقى هو الهوى بتاعي، انا عايز كذا، فكذا ده لازم يحصل دلوقتي. طب هو في قدرتك؟ احنا بنقول دايما في الكوتشنج بنقول ايه، احنا بنسال على دي قدرتك ولا بره قدرتك، دي في استطاعتك ولا بره استطاعتك. لا هي في استطاعتي، لا مش في استطاعتي.
طب هي مش في استطاعتي، بس انا عايزه كنترول للامر. هنا تتجلى حاله الكنترول او التحكم. التحكم لما بيتجلى في مساحات بره قدرتي، انه ده وضع انا قاعده في البيت مش بمزاجي ده قدر من اقدار الله فينا، بس انا قاعده، بس الموضوع بقى بره الكنترول. علاقاتي بقت بره الكنترول، مصاريفي بقت بره الكنترول. ما هو انا المفروض ادبر حالي. احنا بنقولها اللفظ، الكلمات. انا عملت فيديو مره قبل كده عن قوة الكلمة وأثرها على الجهاز العصبي، وإزاي الكلمات هي بتتبرمج جوانا وبتحركنا بدون وعي مننا. فلما أكون أنا عايزة أدبر، إذا أنا المدبر. وبما إني أنا اللي بقيت بدبر، إيه اللي حصل؟ خلاص بقيت أنا المسؤول. وبما إني أنا المسؤول، يبقى أنا عايزة أعمل إيه؟ لازم أتصرف. فبما إني لازم أتصرف، هنا تعجز النفس، فالثابت يقع، فما لاقيش حد ألجأ له. خلاص أنا بقول يا رب، بس أنا عارف إن ربنا مش هيحل الموضوع. خلاص، فأنا بقلق، فبخاف، فبعجز، بغرق في إيه؟ في القلق، في الخوف، في التوتر. المخاوف بتبدا تضرب في وشي، فبستك. ده حاله الاستكنس، ان انا ما وقفتش على الثابت. ما وقفتش عليه يعني ما حضرتوش. يعني ايه ما حضرتوش؟ يعني ما خليتهوش قدامي، ما فكرتش فيه. لا، انا ما اعرفش استسلم. يعني ايه كلمه استسلم؟ يعني اعمل ايه لما استسلم دي؟ هتصرف ازاي يعني حضرتك؟ استسلم ازاي الوضع؟ ربنا عايزني اسعى، في حين انه السعي بتاعك دلوقتي مطلوب انك تستسلم. فده يخبط في ان انا مش عارف اتوكل. انا متوكل على الله بس انا خايف. ثابت. خامس، اني بتوكل على الله. ما يا جماعه كلنا متوكلين على الله، بس انا خايف. طب هو التوكل ما ينفعش مع الخوف؟ لا، التوكل ينفع مع الخوف، الرزق ينفع مع الخوف، لكن احنا بنتكلم على درجه الخوف. الخوف لما يكون فيه ثابت، هو انا خايفه بس انا عارفه ان بابايا في ظهري، هروح اعيط له واشتكي له والدنيا هتبقى تمام، وهو هيروح يضرب لي الراجل اللي مزعلني، او هيضرب صاحب الشغل، او هيضرب صاحبتي اللي مش عارفه حصل فيها ايه. انا عارفه، هو انا خايفه وزعلانه لان انا معرفتش اتصرف، بس انا عارفه ان بابا موجود. هي دي الفرق بقى، اني واقفه على الثابت ده. عدم وقفاني او استحضاري للثابت ده بيخلق حاله العجز، لاني اخدت دور الثابت، انا اللي باخده. يعني انا اخدت الدور اللي الثابت فيه المفروض يقوم بيه. طيب نرجع بقى للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان هو ايه؟ يعني في ايه في القران الكريم بتقول ايه؟ يا داوود انا جعلناك في الارض خليفه، او انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هو انا ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب سيدنا داوود بان هو جعله خليفه في الارض. انا ما بتكلمش في الدين يا جدعان، انا بستشهد مش اكتر، عشان بس ايه اخرج بره هذه المساحه. انه هو ربنا بيقول لسيدنا داوود انا جعلتك خليفه. خليفه يعني دور، بس مرجعيتك ليا. انا رئيس مجلس الاداره، مرجعيتك ليا، لا تحكم هواك. طب الهوى ده بيطلع منين؟ بيطلع من كلمه انا بقولها لنفسي، اللي هي بتاعت ايه؟ انه انا المدبر، انا صاحب الامر. هنا انا مش بناقش فكره انه انا بتحكم في مين او ما بتحكمش في مين. انا بناقش فكره الذعر اللي بتيجي جوايا، او المخاوف اللي بتضرب في وشي، منشأها ايه؟ اني حطيت نفسي في الدايره. طب الهوى هنا مشكلته ايه؟ مش بناقش حلاله او حرامه او انا بناقش التصور في حد ذاته. الهوى هو توقعاتي وتصوراتي ومفاهيمي ومرجعيتي. توقعاتي وتصوراتي ومفاهيمي ومرجعيتي. تصوراتي عن رزقي، انا مرتبي 5 جنيه، لو بقى 4.5 انا بعطل. انا المفروض ادفع كذا، لو معايا منهم 10 من 11 انا بعطل، لاني انا تصوري عن نفسي انه انا المفروض امشي بالشكل ده. تصوري عن حياتي المفروض انها تمشي بالشكل ده. هو دي فكره الهوى اللي انا بناقشها. مش بناقش بقى فكره تطلعاتي في الحياه وامالي وحلال وحرام وانا بتبع ايه. بس كان في كلمه جميله قوي مصطفى محمود كان بيقولها، انه احنا عشان نحيا في الحياه يعني محتاجين ان احنا نتحمل ما نكره ون ايه ونصبر على ما نحب. يعني احنا محتاجين نتحمل اللي احنا كارهينه، الاوضاع اللي احنا مش حابين ان احنا نبقى موجودين فيها، ونصبر ان اللي احنا بنحبه ده مش موجود دلوقتي، او مش معانا دلوقتي، او مش هو ده اللي في ايدينا. وده اللي بيتجلى منه النفس، او اللي بتقف تثبت عليه النفس، انها بتقبل انه هذه الصور مش في ايديها، لكن السعي اني احاول احققها. انا ما بقولش ان انا مش هروح احققها، انا عايزه احققها، لكن فيما هو متاح بالامكانيات اللي قدامي.
عدم قبولي هنا بقى بيتجلى الثابت السادس، الرضا، اني انا مش راضي بهذه الايه المعطيات دلوقتي، وبما اني انا المدبر وانا اللي اسعى فانا محتاجه اغير المعطيات دي، حاجه برضو بره ايديا. لو خدتوا بالكم انا عماله اكرر في كلامي الكلام اللي هو ايه كله بره ايديا، هي الحاجات كلها بره ايديا. طب انا مطمن في ايه؟ يعني انا دلوقتي مطمنه في ايه؟ طب حضرتك كده انت جيتي بوظتيها لنا، انا كده هطمن ازاي لما تصوراتي وتوقعاتي انا ما اقدرش احققها، وده بقى هوى، وانا مرجعيتي مش انا اللي بدبر، ومش انا بس بفكر. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا ايه التصرف اللي انا ممكن اعمله؟ التصرف اللي انا بعمله بقيه الثوابت اللي هي بقى ايه؟ انه واحده من الثوابت عباده اسمها عباده انتظار الفرج. يعني ايه عباده انتظار الفرج؟ دي عباده، يعني انا شخصيا لما عرفت انها عباده، هو كل حاجه احنا بنعملها عباده، بس لما تجلى المعنى قدامي ان في حاجه اسمها عباده انتظار الفرج، انا قاعد منتظر الفرج. منتظر، ما هو ده من التسليم. طب انتظر ازاي؟ انا مش عارف انتظر دلوقتي لان انا عندي دور، ومن وجهه نظري ان انا اقوم بيه. مين اللي اداك الدور؟ انا بتكلم على طريقه السيلف توك اللي بتوقفني. مين اللي اداني الدور؟ ربنا. البيلونجينج، احنا لا نحيي البيلونجينج، احنا لا نحيي الايمان، فالنفس تعجز. لكن لمجرد ما اقول انا عارفه انا ساندة على مين، بابايا في ظهري، الله في ظهري، كاني بشبع باللفظ، وبأحيي القيمه جوايا بانه الله في ظهري. فونس ان انا بشجع او بشبع الاحتياج ده، انا بطمئن. الذعر بيبقى خوف، بس الخوف موجود، ما ينفعش ما اخافش، ما انا لازم اخاف عشان الجا له، فسبحان الله. لكن ما وصلوش للذعر، ما وصلوش للاضطراب النفسي، ما وصلوش للقلق. ده بيحصل ازاي؟ بالاحياء. باحياء ايه؟ باحياء الثوابت. طيب فلما انتظر ازاي؟ في ثابت تاني يعلمني انتظر. انا هجمع لكم الثوابت دي في الاخر، انا عارفه انه الفيديو بس يعني هو انا قررت اطلعه كده، والله المستعان. الثابت اللي يخليني اعرف انتظر تعدد النعم. يعني ايه تعدد النعم؟ او اعد النعم، سوري، اني اعدد النعم. يعني ايه اعدد النعم؟ بفتكر في اللحظه دي، ما هو انا لما بقف على ثابت نفسي، الكلمه دي قلتها في اول الفيديو، لما بقف على ثابت نفسي العقل ساعتها بياخد امر بانه يرجع يجيب الايه المرجعيات العقليه والتجارب اللي مر فيها بمساحات الفرج. يعني لما كنت في الازمه الفلانيه ربنا سبحانه وتعالى فرجها، لما كنت في المشكله الفلانيه ربنا سبحانه وتعالى فرجها، ده الحل جه من مكان. طب العقل اشتغل بالطريقه دي ازاي؟ لما انا حضرت الثابت. حضرته ازاي؟ ان انا منتظره الفرج. ده معناه ايمان بالفرج، ايمان باليسر. لا يغلب عسرا يسرين، كان الامام الشافعي بيقولها، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. الامام الشافعي قال لك لا يغلب عسر يسرين. ثابت، انا واقف عليه، انا مآمن، الفكره دي حاضره. انا ليه بتكلم عن ان الافكار دي تبقى حاضره؟ لانه لو الافكار دي حاضره، اللي بيحصل في اللحظه دي ان انا دي بقت السيلف توك بتاعي. معلش انا هعدل الطرح طيب، ان ده بقى السيلف توك بتاعي. يعني ايه بقى السيلف توك بتاعي؟ يعني دي الحاجات اللي عماله تتكرر، بدل ما انا بغرق في حته ما انا المدبر وانا المفروض اتصرف وده دوري والمفروض اعمل والمفروض اسوي. اللي حصل في اللحظه دي ان بقى سيل من الافكار انا مش عارف اوقفه. اوفر ثينكينج ملهوش حل، مش عارف اوقفه خلاص، لان انا حطيت نفسي في دور وفي باور زون مش بتاعتي، في طاقه مش بتاعتي. انا مدير وفي رئيس مجلس اداره، رئيس مجلس الاداره اللي بيبعت الفلوس، رئيس مجلس الاداره هو اللي بيعمل كذا، مش انا. فاللي حصل ساعتها ان الدور ده حسسني بالعجز. لكن لما بقف على دوري وبقول بقى بستدعي، هو رئيس مجلس اداره انا واثق فيه. طب انت واثق فيه منين؟ انت جبت الثقه دي منين؟ ان هو هياخد قرار صح ينقذ الشركه. ما هو قبل كده لما وقعنا في المحنه الفلانيه انقذنا، لما كانت المشكله الفلانيه حل المشكله. فهنا الثقه في الفرج، الايمان فيه، جاب الايمان بانه كل عسر في قدامه يسرين فالامر بيتحل، فودى لمساحه ان ايه؟ هعرف انتظر. والانتظار جه ساعتها من ان عقلي اخذ امر. انا بتكلم من الناحيه العلميه والله، ما من الناحيه الدينيه. انه ومن الناحيه الدينيه على فكره يعني دي مرجعيتي الاولى والاخيره، بس انا عشان ما اخشش في الديبيت بتاع ايه ده فيديو ديني ولا فيديو نفسي ولا الى اخره، بس هو الدين هو النفس يعني هو كل حاجه. طيب لما بدات اكرر
ان الفرج، انا واثق في رئيس مجلس الاداره انه بيعرف يتصرف، انه بيعرف يحل الازمات، انه انا عندي الايمان فيه، وانه كل مره بيعرف يخرجنا. فالثقه دي خلتني افتكر كل المواقف، فده بدا يغير شكل السيلف توك بتاعي او حديث النفس جوايا بانه الدنيا هتبقى احسن، لاني رحت امرت العقل بانه يجيب مرجعيه مختلفه. لكن بمجرد ما انا حطيت نفسي في الطاقه اللي هي مش بتاعتي، انا بدات اقرر ايه؟ بدات اقرر المخاوف والحاجات اللي بتغرقني والحاجات اللي بتقلقني، فتهيج النفس فتعجز، فلما تعجز تغرق في الاكتئاب والمخاوف والقلق، واخش بقى في درجات الشديده على حسب المقاومه النفسيه بتاعت كل واحد فينا. انا بتكلم على المبادئ. طيب ده بيوديني لايه بقى؟ ان انا قلت طب انا اجيب الانتظار ده ازاي؟ خلاص انا هامن وامارس عباده الفرج. ده بجيبه عن طريق تعدد النعم. يعني ايه تعدد النعم؟ اني بقعد اعدد النعم واجيب المرجعيات قبل كده انه ربنا سبحانه وتعالى خرجني من ازمات عامله ازاي. طيب ده بيجي بحاجه كمان باسمها الشهاده لله بالتدبير. ده ثابت من الثوابت، اني اشهد لله بانه يحسن التدبير. لان هو انا لما هقعد افتكر لربنا سبحانه وتعالى المخارج اللي خرجني منها، الازمات اللي خرجت منها، هي شهاده مني لله عز وجل بانه ايه؟ يحسن التدبير. فدي شهاده مني باني مش انا المدبر، اسقطت عن نفسي مسؤوليه. فبمجرد ما اسقط عن نفسي مسؤوليه انا ارتحت. مش انا المدبر يا جدعان، يا جدعان ما حدش كلمني. الموضوع مش عندي، الموضوع عند رئيس مجلس الاداره. انتوا جايين بتكلموني ليه؟ انا مدير بس انا موظف زيكم. فهنا النفس تهدأ، اللي هو الله انا ماليش دعوه يا جدعان، مش انا يعني ايه؟ اسقطت عن نفسي المسؤوليه. لكن انا مسؤول عن ايه؟ اني اتحرك في المعطيات. المعطيات دلوقتي بتقول ايه؟ سلم بس فكر، بس مش انت اللي بتدبر. فبقت كلمات انا بفكر واللي بيدبر ربنا، انا بسعى وبستسلم والحل من عند ربنا، انا في عباده انتظار الفرج. طب منتظره ازاي؟ باني بعدد النعم. طب وانا بعدد النعم هو شهاده مني لله عز وجل بحسن التدبير. طيب ده بيجي معاه كمان بانه مع كل ازمه، ما هو اللي بيثبت حسن التدبير هو ايه؟ فهم الحكمه. يعني ايه فهم الحكمه؟ يعني لما مرينا بابتلاءات وربنا تجلى علينا بعد كده بان انا فهمت ده كان اختبار، ده كان درس، انا كنت محتاجه اتعلم اتصرف بالشكل كذا مش الشكل كذا. فبدات احضر في دماغي وفي ذهني انه الدروس، الحكمه من الابتلاء، الحكمه من الموقف اللي انا مريت بيه. فلما الحكم دي بتتجلى انا ساعتها بشهد لله بحسن التدبير، وبشهد انه ورا اللي انا فيه ده في حكمه. طب معلش، هو الموضوع قلب درس ديني قوي؟ لا والله الموضوع ما قلبش درس ديني قوي. الموضوع كله متعلق بالبيلونجينج، الانتماء والايمان. النفس لما ما بتلاقيش حاجه تامن فيها وتقول انها حامياه، الامان هو سرفايفل مود جوه الدماغ، يعني او سرفايفل فاكتور جوه الدماغ، انه النفس عايزه تبقى شعره بالامان، وده احتياج نفسي اساسي. جنب ما انا عايز احس بالانتماء والايمان ان انا منتمي لحاجه وبامن فيها، انا عايز اشعر بالامان. فالامان بيجي من الايمان. امان وايمان كلام صعب جدا. ربنا يرزقنا بيه. فاللي هو انا لما بامن في حاجه بطمن، فياتي الامان. فدي احتياجاتك النفسيه. طب احتياجاتي النفسيه اصلها فين؟ خلاص هو كل حاجه اتخبطت دلوقتي. الفلوس اتخبطت، الشغل اتخبط، العلاقات دلوقتي في البيوت بتتخبط، حاجات كتير، لان احنا مذبذبين وقلقانين وخايفين. فالمخاوف عماله تضرب في وشوش بعض، فاحنا بنخبط المخاوف، بنشوط بقى بعض، بنلطش في بعض. فالنفس بتدور على الملجأ. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طمنوني، انا عايز حاجه تطمني. المرجعيه الثابته بتاعتك بتتجلى دلوقتي. علاقتك ومفاهيمك ومرجعياتك في الثوابت النفسيه الروحانيه، انه انا مين دوري، او ايه دوري، ربنا فين، وعمال بقى اجمع ده. فهنا لا زي ما بقول كده، مين بيرزق، توكل، ازاي بتوكل، استسلام ولا تسليم، سعي، تدبير، لا مش انا المدبر، ده الله المدبر. طب اعمل ده ازاي؟ انتظر الفرج. طب انتظر الفرج ازاي؟ عدد اللي حصل لك قبل كده، خلي عقلك يشتغل صح، انك تعدد كل المحن اللي جت والمخارج اللي جت منها. ده في حد ذاته يخلق شهادة لله بالحكمة، شهادة لله بحسن التدبير، وإيمان في حسن حكمته. طيب
تيجي بعد كده ده بيخلق ايه؟ حاله الصبر. طيب انا لما هعرف اعمل كل ده هعرف اعمل ايه؟ الصبر. طب انا ما بعرفش اصبر. انا واحده من الناس اللي عندي المشكله دي، ده بجد، انه الصبر عندي بعافيه شويه. دايما الناس تقول لي انت الصبر عندك بعافيه. انا اتعلمت الصبر، انا علمت نفسي الصبر، بس كلمه الصبر جت من حاجه واحده، بالممارسه، البراكتس. يعني في السيكولوجي دايما يقول لك ايه؟ براكتس. يعني ايه؟ كان انتوني روبن بيقول الكلمه مش حاضره دلوقتي على بالي، بس اللي هو ايه، كل ما هتمارس اكتر repetition is the mother of skill. يعني التكرار هو ام المهاره. يعني ايه التكرار ده ام المهاره؟ يعني انا كل ما هكرر الحاجه. انا عايزه اتشقلب. كان في فيديو جميل قوي، واحد كده عايز يتشقلب، قعد يوم بحاله قاعد يحاول يتشقلب لحد ما في اخر اليوم جابها. هو كل ما بيكرر الحركه، يكرر الحركه، قدر ينجح. اي شيء في حياتنا مهاره، والمهاره بتيجي بالبراكتس. فانا رحت واخده الكونسبت ده وقعدت اعمله. الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. حلو 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 يا باشا، انا هقعد اتصبر بقى. هو الشخص اللي بيصبر ده بيبقى عامل ازاي؟ بيفكر ازاي؟ بيتصرف ازاي؟ بيبقى شكل جسمه عامل ازاي؟ وبدات اخلق الحاله دي في دماغي واعيشها. طيب المراجع النفسيه بتاعتي كانت ايه؟ الصبر مفتاح الفرج مثلا. لا يغلب عسرا يسران مثلا. المدبر هو الله، انا لا ادبر، انا بفكر بس، انا بسعى بس، انا مستسلمه لله، انا مرجعيتي الله، انا عايزه اطمن. فبطمن ازاي؟ اروح ارمي نفسي في حضن ربنا. اعمل ايه؟ ركنه. انتهى الامر. فالصبر بياتي بالممارسه. الممارسه. هننجح احيانا، هنفشل احيانا، بنكمل ممارسه. باني بشوف نفسي الناس اللي بتصبر دي بتبقى عامله ازاي، بتتصرف ازاي، بتاكت ازاي. طب انا هعمل زيه. طيب الايمان باللطف. الايمان باللطف وجمال ربنا، انه كده ولا كده في مخرج. ودي ثابت من الثوابت، انه دايما في علم النفس، يعني كلام بتنجاني قوي بس قشطه يعني هتكلم بيه، انه بيقول لك دايما افتكر انه الوقت اللي انت فيه ده مش وقت دايم. هو مش كلام بتنجاني ولا حاجه، بس انا قصدي يعني بقى تجاري قوي يعني، بس تفاعلي يعني هنتكلم بيه. انه اعرف ان الوقت ده بيخلص. هو الوقت بيخلص، هو مفيش حال ثابت. يعني الحال اللي انا فيه دلوقتي هو مش ثابت، والوقت ده كان فيه وقت تاني اشد منه وخلص، ووقت بعديه كان فيه فرج، وبرده الوقت اللي فيه فرج خلص، وفي يعني فرج مكمل معانا والوقت الشديد مكمل معانا. فاحنا الايمان برضو ايمان بانه الوقت ده بيخلص. فلما بآمن بان الوقت ده بيخلص خلاص، انه مفيش حاجه بتكمل بالوضع ده، ده ثابت. فبآمن بوجود المنفذ، بآمن بوجود المخرج. فلما بآمن بوجود المخرج برجع اطمن، فالنفس تهدأ. وكل ده ما بينفيش انك ما تتحركش. ولسه بأكد انه في بعض الاحيان الحركه في السكون. يعني اني اسكن ده من جوايا، دي حركه ان انا بهدأ عشان نفسي تهدأ، وعقلي الويف لينسز بتاعت التوتر والموجات العصبيه يعني موجات التردد بتاع الضغط العصبي اللي في دماغي. علميا الضغط العصبي بيضغط المخ، بيخلي المخ ينكمش، فالكفاءه بتاعت التفكير بتنحدر يا جدعان والله العظيم. فعشان تعرف تفكر في حاجه ثابته كده بتتقال، انه عشان تعرف تفكر لو في حاجه عماله تور في دماغك سيبها وهرجع لها تاني. لو هي بنفس القوه بعد شويه، بعد يوم، بعد 2، بعد اسبوع، فهي حاجه اساسيه انا محتاجه اعملها. لكن لو هي فكره وكانت بتبوب اب وطلعت افكار ولوب وافكار كتير، يبقى هي حاجه مش اساسيه. لان بمجرد ما بعدت عنها شويه اللوب ده هدي، وبدات ايه ده، انا يا لهوي، هو انا لو كنت عملت كده كنت يعني موقف كان هيبقى وحش جدا لو كنت اتصرفت بالشكل الفلاني. فكل اللي في الموضوع ان انا محتاج ان انا اطمن نفسي عشان اعرف افكر، عشان اقلل الضغط العصبي اللي على دماغي ده. فده بيحصل ازاي؟ بيحصل بالمرجعيات النفسيه والثوابت النفسيه والدور اللي انا حاطط نفسي فيه. طيب يعني هو ده هيودينا لحته، يعني هو انا مش من شأني ان انا اتكلم فيها كشيماء، لكن عشان ابقى ختمت الموضوع بشكل لائق، انه ده بيضرب في حته اساسيه في حق العبوديه. والكلمه دي كلمه مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه حق العبوديه؟ الله يعبد ازاي؟ انه حق الله في العبوديه انه انا للاسف لما بحط نفسي في الدور بتاع انا اللي المفروض اتصرف، انا خلقت حاجتين من غير ما اخد بالي. عجز نفس، انا وقعت نفسي من انه انا مش المفروض اتصرف. قولا واحدا انا بسعى
بفكر، بشوف المعطيات اللي ربنا اتاحها دلوقتي واتحرك من خلالها فقط لا غير، بس انتهى الامر. فده لما انا بقف في الحته دي، اللي بيحصل في اللقطه دي اني بعجز نفسي وبخبط في حق الله في العبوديه، لاني ما اقرتش بانه الله هو الله، قول فصل. فعدم اقراري بان الله هو الله، اللي بيحصل في اللحظه دي اني بختل، ما بلاقيش حاجه ارجع لها، والايمان بيتضرب والخوف بيتجلى والامان بيتضرب، وبتخبط في عباده اساسيه، حق الربوبيه وحق العبوديه، اني اعبد الله. فلما اعبد الله ازاي؟ باني بقول ان ربنا هو المدبر، ربنا هو الرزاق، التوكل على الله، واني واقف على الكلام ده، واني محضره، واني مبرمج دماغي. انا بتكلم على برمجه دماغ بانها تحضر هذه المواقف وتقف قدامي، مش ان انا بقول في الخلفيه ربنا رزاق، ربنا كريم، ربنا حنان، ربنا بيلطف، والله ده فك حاجات كتير، بس انا قاعد مرعوب وخايف. مش بقول خوف، انا كلمه خوف الكبيره اللي بقصد بيها حاله الذعر والقلق الشديد اللي بيقتلنا، اللي بيدخلني في امراض نفسيه وتحديات نفسيه وتجليات شديده بتوصلني بانيك اتاك، وبتوصلني لفوبيا، وبتوصلني لامراض القلق بتصنيفاتها، بتوصلني لحاله اكتئاب. ده اللي احنا مش عايزين. عايزه اروح اقول انه عشان بس اخرج برضو بره هذه الدايره بتاعه انه ايه ده، هو المرض النفسي انت بتربطيه بالايمان بتاع ربنا، الايمان مختلف عن الامراض النفسيه. الامراض اقدار، ماشي، اقدار من الله، واللي انا بتكلم فيه احتياجات نفسيه اساسيه تقي من امراض كتير وتحديات كتير. الفكره انا بفعلها ازاي، والفكره انا ببراكتس عليها او بتمرن عليها ازاي، وبحضرها وبشوفها ازاي. الايمان والوقوف على هذه الثوابت والسعي مش بيقول ان انا مش هقع، لا انا هقع، لانه ده اختبار برضو في ثباتي على هذه على هذه الثوابت. وفي نفس الوقت انا بسعى ببراكتس. انا قلت انا واحده ما بعرفش اصبر، فانا رحت عملت ايه؟ انا قعدت اتصبر لحد ما عرفت اصبر. طب هل بنجح في حاله الصبر دي 100%؟ لا، عشان ما فيش 100%، بنجح فيها 60 70 80 على حسب كل موقف، وعلى حسب القدره، وعلى حسب رزق ربنا في اللحظه دي. كل في الموضوع الديفينيشن بتاعي عن نفسي، انا مين؟ انا عبد مع الله، انا خليفه في الارض، فانا ليا دور هنا وليا دور هنا. انا مش مدبر، انا مفكر. انا بعرف افكر زي اسمه ايه ده، بيقول لك انا هقول لمراتي انا مفكر، مش انا بشتغل مفكر، انا راجل بفكر، فسيبيني افكر. مش فاكره اسمه، امين، احمد امين. فلو انت مفكر، انت مش مدبر، حضرتك اقعد فكر في البيت وقف على انك بتفكر بس، فاحنا نقف على اننا بنفكر. طيب، فانا بفكر يا باشا، انا مش بدبر، انا بستسلم عشان في مدبر، فدي عباده. انا بنتظر الفرج، فدي عباده. انا بصبر وبتعلم الصبر عشان دي عباده. وكلها ثوابت نفسيه تخبط في البيلونجينج، في الانتماء، في الايمان. وده بيسمع في السرفايفل فاكتور او عوامل البقاء بتاعتي الامان. العقل والنفس تسعى الى الامان. هل انا واقف على الامان ولا لا؟ طيب، ممكن اعمل تقفيل سريع للي انا قلته. انا عارفه ان انا طولت، بس يعني انا اسفه، انا مش من النوع اللي هعرف اقطع حاجه واتكلم عن حاجه واسيبها. ملخص اللي انا قلته ان انا كنت بتكلم على الثوابت النفسيه والاحتياجات النفسيه اللي بتساعدنا ان احنا نتجاوز مرحله الخوف والقلق والتوترات النفسيه الشديده اللي احنا بنمر فيها دلوقتي، لان ده بقى متجلي اكتر من يعني الاحتراق النفسي. خلاص، الاحتراق دلوقتي بقى فيه ضغوط، والضغوط دي بتولد اكتئاب وبتولد خوف وقلق. طيب، ايه الثابتين او النفسيين او ايه الاحتياجين النفسيين اللي انا كنت بتكلم عليهم النهارده؟ البيلونجينج والبيليفنج، اللي هو الانتماء والايمان. الايمان، فدول بيغذوا احتياج نفسي اللي هو الامان. فانا لما بآمن وبطمن، بآمن ان في ربنا موجود، لما بنتمي الى الله وبرمي نفسي في حضنه، ده بيوديني لمرحله الامان. بس هي الفكره اعمل ده ازاي عشان عقلي يبقى حاضر، والسيلف توك او حديث النفس بتاعي يظبط؟ عن طريق ان انا احيي الثوابت. احيي الثوابت اللي انا اتكلمت عليها النهارده كانت الرزق، ان ربنا رزاق. فلما اقول ان ربنا رزاق بقف عند كلمه رزاق، انا مستوعب الكلمه دي، انا خايف بس انا واقف عند الكلمه دي. فلما واقف على الكلمه دي بدي امر للعقل انه يستحضر كل المواقف اللي رزقك كان فيها ضيق وتوسع.
الثوابت اللي كنت بتكلم عليها التسليم، وهل التسليم سعي ولا مش سعي، وقلنا انه في مراحل التسليم فيها هو السعي المطلوب منك، زي الوقت اللي احنا فيه ده محتاجين نسلم ان احنا نرتاح، هنرتاح يا جماعه. الثوابت اللي انا كنت بتكلم فيها عباده انتظار الفرج، ان في انا محتاج انتظر الفرج. طب اصبر على ازاي انتظر؟ انا عارف ان الفرج موجود، هو ايمان، انا امنت بالله انه بيفرج وبينزل لطف، فده ايمان. فهنتظر ازاي؟ ده براكتس. طب البراكتس ده بيحصل ازاي؟ اني بروح للمخ بقول له افتكر لي كل المواطن اللي كان فيها ابتلاءات وحصل فرج وحصل لطف من ربنا سبحانه وتعالى بمخرج من ايديا، ما كانش حاجه في ايديا. فده بيوديني ان انا بعدد النعم، ده ثابت كمان. فلما بعدد النعم ده بيوديني لمرحله اني اشهد لله بالتدبير، فده بيقول ان انا مش مدبر، ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر، انا عبد افكر ولست ادبر. فطول ما انا عبد افكر فانا مش عندي، ما تقولش المشكله مشكلتي، هو سبحانه خلق القدر وخلق الحل، انا في المساحه اللي في النص دي انا بفكر. فده شكل سعي بس. فده شهاده مننا بالله لله بحسن التدبير. فبفتكر برضو انه ربنا كان بيدبر الامر وخرجني من كذا وخرجني من كذا، فكاني ببرمج العقل على ان هو يفكر ازاي. طيب ده هيبقى يوديني للايمان بالله بحسن حكمه ربنا في كل موطن من المواطن. ده هيوديني للصبر، اني بتعلم اتصبر، واني هتفرج الناس بتصبر ازاي، بتفكر ازاي عشان تصبر، بتتصرف ازاي عشان تصبر، فابدا اقلدهم لحد ما اتعلم حال الصبر. ده بيوديني لانا مين، دوري ايه، انا عبد في رب، وانا خليفه في الارض بفكر وبسعى وبتحرك. وانه ده بيوديني لمساحه حق العبوديه وحق الله علينا في العبوديه دي سبحانه، ورحمة ورأفة بالنفس، بأنها ما تخشش في مساحة العجز، أنها لا تعجز. وإنه ده إيمان بالله. وإني أراجع المرجعية بتاعتي والريفرنسز بتاعتي في الكلام. سؤالين مهمين جدا جدا بنسألهم في جلسات الكوتشنج وجلسات الثيرابي. إيه المرجعية اللي أنت بتقوله ده؟ ده within your power ولا لأ، ده في قدرتك ولا لأ. اتأكد إن كان ده في قدرتك ولا لأ، لأنه لو هو مش في قدرتك وانت عندك كنترول على حاجة مش في قدرتك، انت بتشعر بالعجز، وده بيزلزل النفس. والحتة دي بالذات هتبقى فيديو تاني ان شاء الله. يعني انا انغمست شهر ونص اللي فات وجهزت كذا حاجه، فالفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى فيه كذا فيديو. يا رب ما اكونش ممله واتكلمت في حاجات مش في تخصصي، لكن ده فهمي وده ممارساتي، والله المستعان يعني. وربنا يفتح على الجميع ويعدي الفتره دي على خير، واتمنى ما اكونش زهقتكم ولا طولت عليكم. شكرا جزيلا. ولو الكلام اللي انا قلته ممكن يفرق مع حد ارجوكوا شيروه، مش عشاني والله، علشان لو فعلا هيفرق مع حد يعني لعله ممكن يكون في باب فتح لحد. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم وادعوا لنا بالصبر.